ولا كي المغاربه ولا التونسيين هما يتفخروا بلي ريزولتا اللي داروا حقهم، وهذا في حقهم، وحنا فاخرين معهم في هذه النتائج. ثانيا البرازيل او ارجنتين دول عظمى في كرة القدم، يصدروا ملايين وملايين لاعبين للعالم. البرازيل باش يخير فريق وطني ال20 او ال25 لاعب او 30 عنده ما يشعف واحد 5000 ولا 10000 ولا باش يخير لاعبين. ولكن المشكل ماهوش هنايا، المشكل المغرب دارت واش يقول الاخ في حقه وخونا كيف، ولكن كي تشوف اوروبا اللاعبين كاع اللي يلعبوا في اوروبا اغلبهم عرب من افريقيا في البطولات تاعهم، ومن البرازيل ومن الارجنتين. ولماذا ما نخموش ونقولوا كيف هاد اللاعبين افريقيا والعرب يصدروا لاوروبا، ومن بعد كي نلحقوا باش الكاس العالم ولا قليل باش نلحقوا المنتخبات الكبيره ونعودوا دائما احنا قالنا نساندوهم ومعاهم نكونوا في نفس المستوى. العرب ولا افريقيا ما نلحقوش، لحقوا كروا السنغال كارت فينال، المغرب دومي فينال ولا ني غلط المغرب دومي فينال ديمون لحقت السنغال الربع، غانا الربع وحبست هنا. ما زدناش شفنا بلدان واحد اخرين اللي يلحقوا. لماذا؟ على ما نخموش لماذا ما نلحقوهمش؟ كل بلد هادو العرب عندهم امكانيات، كي نقول العرب الخليج امكانيات فلوس والاخر وكذا، لازم يخموا كيفاش يبداو نلحقوا ليهم. ما نقولوش احنا ربحناهم، وين ربحناهم تقعد في التاريخ. المغرب لحق دومي فينال تقعد في التاريخ، تونس كيف غانا كيف بصح كيف نلحقوهم ولا نربحوهم خطره في 50 سنه ولا 20 سنه؟ تما ما نتجناش. لازم نخمو كيفاش نوليو نلحقوا نفسهم وتولي كي الجزائر كي المغرب كي تونس كي السعوديه كي كذا نوليو نلحقوا كارت فينال او دومي فينال وممكن انجور لا فينال. وعلاه لا حنايا نقعدوا نتكلموا قبيله على كيروش. كنتوا تكلموا على كيروش قبل ما جابوه سلطان تاع عمان، قبل ما يجيبوه يدرسوا البروفيل تاع المدرب اللي يليق لسلطان تاع عمان، ماشي نجيب كيروش لان كيروش عنده اسم وكذا نجيب كيروش. لا، واش يليق لسلطان تاع عمان؟ يليق لها مدرب كيما كيروش اللي يلعب يدافع ويغلق وكذا ام لا؟ ماشي من بعد كي نجيبوه نبداو نقولوا كيروش ماشي مليح يروح. لا، انا مع خونا الرواس حاجه ما نتفقش معاك كي تقول المدرب صنعوه. لا، اللاعبين هما اللي يصنعوا المدرب. غوارديولا لو كان حكم اي فريق ضعيف اللاعبين ما يلحقش للمستوى وراه. حكم البارسا في قمه البارسا، رجع احسن مدرب داروه في العالم. لاعبين، وهذه كاع العالم يقولها، اللاعبين هما اللي يديروا المدرب يجيب شخصيته، يجيب التاكتيك، سيستم دو جو، ديسيبلين في اللعب، هذيك يجيبها هو. بصح حنايا نتكلموا دائما وهذه حنا فينا العرب، انا ربحنا هذاك الفريق ولو قوي تربحوا خضره. بصح حنا راه نوجدوا كل بلدان العرب او افريقيا نوجدوا اموال وكذا بصح من بعد نروحوا عمرنا ما نخموا. علاش؟ انا التجربه اللي داروها السنغال قبل ما يجيهم رئيس اتحاديه اللي راهو فيها اجتمعهم. السنغال كانت من 62 او 65 ما لحقتش كاع النهائي. قال لك لماذا؟ جمع لاعبين القدامى، جمع المسؤولين بيرو تاعو، قال لهم هل عندنا لاعبين ملاح في السنغال؟ قالوا له كاين في كل مناطق تاع السنغال عندنا لاعبين في المستوى. قال لهم ما لا، المشكل راهو فينا، لازم احنا نعملوا وندرسوا ونديروا خطه كيفاش نوليو نديو كاس افريقيا ونروحوا في الكاس العالم.
مدة شحال السنغال دات كاس افريقيا وراحت لكاس العالم. هاو التخطيط اللي يديروه الناس. ماشي انا اليوم كي نربح غدوه الجزائر تربح الارجنتين. السعوديه المثال تاع السعوديه ربحت الارجنتين هنا في القطر. بصح الارجنتين دات كوب دي موند، دات كاس العالم. الناس تتكلم واحد الوقت السعوديه ربحت، صح ربحت، ولكن يتكلموا على الارجنتين اللي رفدوا لكاس العالم. صح. حنا نحاول نحوسوا، حنا العرب والافريقيين نحوسوا كيفاش نلحقوا. باش نلحقوا لازم تخطيط سيرتو نوجدوا لا باز الشباب اللي تحتها كاع كيفاش باش نلحقوا للهيه، لانك الموهبات كاينين، موهبات كاينين. شكون اللي يلعب في سيتي وفلا محمد صلاح في سيتي، لعب رقم 9 تاع مصر. محمد صلاح في ليفربول. في ليفربول. مرموش في مرموش مبروش ولا مرموش او او يلعب في سيتي. ماشي نابورت، ماشي اي فريق. معمره لاعبين يلعبوا في المستوى العالي. شوف كابتن بالمختصر ما بيطول فيها. جمال مبارك يتكلم من منظور ان البرازيل رقم 1 على المستوى العالم بحكم فوزهم بكاس العالم. اوكي. وعادل رحموني وعمار يقول لك والله اوكي حتى لو ما فايزين بكاس العالم لكن احنا مش اقل منهم مستوى، احنا الان نلعب معاهم والند بالند ونفوز عليهم. وهذا كلام منطقي في نهايه المطاف. اوكي صحيح. ما شاءت الظروف ان احنا نفوز بكاس العالم، ولكن الان اصبحنا في الطريق اللي ممكن من خلاله نفوز بكاس العالم. ولكن الدليل الان اسياد هي اللي ما كاينه. لو سمحت ماشي اسياد. لو سمحت دقيقه انا ماشي بيه. والدليل حصول المنتخب المغربي او وصوله للدور نصف النهائي في كاس العالم 2022. هذا مش بالصدفه. والدليل فوز المنتخب المغربي على مستوى كاس العالم للشباب، مشاركه جبارة وجميلة جدا في كأس العالم للناشئين. المنتخب التونسي، المنتخب الجزائري، في تطور كبير ملحوظ أصلا عندي أنا في كرة أفريقيا. خلينا نتكلم العرب نعم صحيح، لكن في النهاية أنت تنتمي لأفريقيا والقصد فيها مش تقليل، بالعكس احنا نفتخر فيكم. احنا لما نشوفكم نشجعكم ونفرح فيكم لأن احنا في النهاية أنتم تمثلوننا. ولكن في النهاية تصفياتك في أفريقيا وتلعب وتتأهل إلى كأس العالم مقعد أفريقيا. فإحنا نسميكم عرب أفريقيا، ليس انتقاص، وإنما فخر فيكم، نفتخر فيكم، أنتم إخواتنا، إحنا نفرح فيكم. إحنا نسمي نفسنا عرب آسيا وعرب أفريقيا بحكم القارات لا أكثر ولا أقل، لوضع جغرافي لا أكثر ولا أقل. يعني هي مسألة، لكن بالعكس أنا أتفق مع عادل في نقطة مهمة، أنه هو يقول لك يا أخي لا تسمونا وإحنا جالسين معاكم شمال افريقيا، احنا الان بطوله عربيه كلنا عرب. وانا اتفق معه، انا احب هذه النقطه. الجزيره العربيه، الخليج، مو من عندنا جبنا مصطلحات. كيف احددك اقول عربي بدون تحديد هويه؟ لازم احدد اول هويه. لا عربي مش محدد هويه. مش ما قالوش كاس العربيه افريقيا لا اسمح لي، سمينا كاس العربيه، قلنا كلمه عربي مش محدد الهويه ديالنا. عربي من وين؟ احنا خاصنا نقولوا من شبه الجزيره العربيه. من وين؟ من تونس. من تونس. والله ونعم فيكم. من قطر. انتم على ما حد قلل. انا مستغرب. ما يقلل احمد، ترى ما يقلل. حتى سكت. اقسم بالله باش نختم هذا الملف هذا، اقسم بالله العظيم يمينا وهذا المجمع ان المغاربه فيما تكون لعبه العراق ولا الكويت ولا السعوديه ولا قطر، اقسم بالله الا كيشجعوا. تخيل معايا نفس الشعور، نحن نفس الشعور يا اخي. تكون شي كاس العالم مثلا. ها انت الحمد لله جاي كاس العالم في المغرب في 1930، وشوف المنتخبات العربيه اللي غتشارك في الملاعب المغربيه، وشوف واش الجمهور غيكون. لان شوف المغاربه الان ما عمرهم ما نكروا قطر، ودائما شوف الشوارع كي دايره بالمغرب. خليني نكمل الله يخليك. نحن معاكم يا اخي. انت كنا نكرناكم ونتكلمنا عليكم جاسم، مسمين عليكم تيمومي، مسمين بلومي، مسمين على فكره نعدنا صغار ونشجعكم. ما نكركم يا اخي. بالمختصر انت طلعت لنا في اذا يمكن ما فهمت لغتي. هم يشجعونك اكيد، ما في نقاش، نشجعهم. شجعكم. انا جوج كلمات استاذ خالد، جوج كلمات احنا متفقين عليها كاملين. هي ما يقول لك البرازيل، يقول لك البرازيل كتلعب كره عندها سحر كره، ولكن ما يقولكش اسياد. لو سمحت خالد، اسيادنا ما كاينه. بس دقيقه، لسنا عبيد. اسياد الكره ما تكلمت انا فيها. احنا في الدوري عندنا دورياتنا احنا نقول عن هذا الفريق، هذا الزعيم وهذا المتسيد البطولات. هو القصد ان كلمه كرويه، يعني كاس العالم اللي فاز بكاس العالم اكثر فريق او اكثر منتخب، من يتزعم كاس العالم هو يعتبر الأسياد تبع البطولة وليس أسياد العالم. اسمح لي، يعني لا القصد من تقليل أبدا، لكم الاحترام ولكم التقدير ولكم كل شيء. شكرا سي خالد. بل أني أنا أشاطرك الرأي تماما.
فيما ذهب إليه جمال، وأطلب منه الاعتذار عن موضوع كلمة التزوير، لأن اليوم لا ما في منتخب يسمح اليوم. كاين جهاز في مراقبة، أحسنت، في مراقبة وفي كل شيء، انه توضيح الاعمار. هو خطأ في التعبير من عنده يعني. انا التعبير ابو جاسم، انا ما قلت سياد على عيني وراسي. ابو جاسم قبل ما قلت سياد، قبل كلمه سياد شنو؟ قلت اتكلم رياضيا. نعم 4 مرات كلام. لا حد يحط مصطلح يركبه على كيفه. انا اقدر اي واحد يقول اي كلمه اركبه مصطلح على كيفي، بس لا انا قلت رياضيا. انت ماشي زين. قلت كلمه سياد قلت رياضيا. اسمح لي، موضوع التزوير ابو جاسم شنو قلت انا؟ اسمعني التزوير. لا اعتذر عنها وسكر ملف. لانه وياك ابو جاسم، شوف اذا هو قصده عباله عن المغرب انا اعتذر، بس انا مو قصدي المغرب. لما قال اسمعني بس لا خلينا نتكلم. يوم قال الفرق الشباب الناشئين قلت انا من نفسي ما اعترف فيها. مو قصدي المغرب. ايوه قصدي ان في الناشئين والشباب فيهم تزوير، بس ما قلت المغرب. قلت انا اتكلم عن نفسي. يوم تكلم عن الفرق المغرب خذوا كاس العالم، احنا هني قاعدين بالمجلس نشجع كاس العالم، كلنا قاعدين نغني حق المغرب. صح. بالعروبه لا حد يتكلم عنها، بالوطنيه لا حد يتكلم عنها، احنا نتكلم هنا بالمجلس رياضيا. ترد علي رياضيا ارد عليك رياضيا. وهي اقول لك لا حد يزايد على الوطنيه الاخر. عندي ختام، وجبت طاري مساع اكاديميه الملك محمد السادس. ترى من اروع الاكاديميات اللي انا حقيقه افتخر فيها، وفعلا نتائجها واضحه على الملأ، من انجازات كرويه كبيره وهائله للكره المغربيه. حقيقه هذه يشكرون على هذه الاكاديميه، واللي اتمنى ان ايضا تكبر هذه الاكاديميه مثل اكاديميه سباير في وعايزين اكاديميه في الكويت، في عمان، المهد في العراق، المهد في السعوديه، وفي اكاديميات كثيره قاعد تطلع عندنا. بالعكس هذه نحن نفرح انها تكبر عندنا يعني. وغلط تستنسخ. لا مش غلط طبعا. عموما اخر شيء وقبل الختام بروح حق مفدنا ماجد المنصوري في سان فرانسيسكو في الولايات المتحده الامريكيه. طبعا كان هناك عايش معنا القرعه من واشنطن، الان في سان فرانسيسكو. نشوف ماجد اليوم ايش عنده هناك. ماجد.